هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عندك أن وطو في ليلة من الليالي كلاليتوች باندو ليلت خرج من بيته ከቤታቸው ወጡ ረቧቸው لا يجد في بيته በቤታቸው አላገኙም የሚበላ በዚህ ጊዜ صار في الليل በሌሊት በሚሄዱበት ወቅት يبحث عن بيت ከቤቶች ውስጥ ቤት ፍለጋ የሚመግቧቸውን وإذا به يرى أبو بكر يايوتال قال يا أبو بكر هو يالوت ما الذي أخرجك في هذا الوقت المتأخر بزي برفد ليلت كبيت ياسوطه مندنو قال يا رسول الله أنا يا الله ملكتنيا والله ما أخرجني من البيت إلا الجوع والله كبيت ياسوطني رهابنو قال حتى أنت يا أبو بكر أنتم يا أبو بكر قالوت خرجت من الجوع رهاب كبيت ياسوطه فصار أبو بكر يا الله ملكتنيا بليت مغوز جمرو الناس نيام سوش تنيتو وأبو بكر ورسول الله أبو بكر يا الله ملكتنيا ممغباچو فلغا وإذا بهم يلقيا في الطريق من قال لي ما ناغنيو عمر قالوا رسول الله يا عمر يا الله ملكتنيا ما الذي أخرجك في الليل بزي ليلت من اوطا قال يا رسول الله والله أنا يا الله ملكتنيا والله ما أخرجني إلا يا لرهاب منم ما لاوطاني رسول الله يا الله ملكتنيا وأبو بكر أبو بكر وعمر هنا يسيران في ليلة مظلمة በጨለመ ሌሊት ይጓዛሉ يجدان طعام ما أخرجهم ምግብ ባለማግኘታቸው ከቤት ወጥተዋል جاء رسول الله إلى بيت የአላህ መልእክተኛ ወደ ማን ቤት መጡ إلى بيت رجل من الأنصار ከአንሳር የሆነ ወደ አንድ ሰው ቤት በሩን አንኳኩ له الرجل ልጁ ወጣላቸው قال أهلا برسول الله አለ አህለን ያ አላህ መልእክተኛ أهلا بأبي بكر አህለን አቡበክር مرحبا بعمر እንኳን ደህና መጣህ ዑመር رسول الله وأبو بكر ያ አላህ መልእክተኛ ዑመርና አቡበክር ተቀመጡ جاء بالماء البارد ከዛም ቀዝቃዛ ውሃ መጣ ووضعه أمام رسول ያ አላህ መልእክተኛ ፊት ለፊት አስቀመጠ ثم جاء بشاة ከዛም فذبحها ፍየል አመጣና አረዳት ثم قام بشيها ከዛ ስጋዋን አመጣና فقدمها إلى أبي بكر وعمر ورسول ለአቡ الله በክር ለዑመርና ለአላህ መልእክተኛ ሰጠ فأكل رسول الله حتى ያ አላህ መልእክተኛ እስኪ ጠግቡ በሉ وأكل أبو بكر حتى አቡ شبع በክርም እስኪ ጠግቡ በሉ وأكل عمر حتى شبع ዑመርም እስኪ ጠግቡ በሉ فلما انتهوا በጨረሱ ጊዜ نظر رسول الله ያ አላህ መልእክተኛ ተመለከቱ إلى الماء البارد ወደ ቀዝቃዛው ውሃ وإلى الشاة ወደ المذبوحة ታረደችው ፍየል ثم نظر إلى أبي بكر وإلى عمر ከዛም ወደ አቡበክርና ወደ ዑመር قال ዞሩ والله አሉ በአላህ ይሁንብኝ والله ወላሂ لتسألن يومئذ عن النعيم በተሰጣችሁ ጸጋ የመጽአት ቀን ትጠየቁበታላችሁ أبو بكر وعمر አቡበክርና ዑመር أخرجهم من ያለ ረሃብ ምንም አላስወጣቸው شربوا ماء بارد ቀዝቃዛ ውሃን የጠጡት يقول لهم رسول الله والله لتسألن የአላህ መልእክተኛ አሏቸው ወላሂ በዚህ ጸጋ ትጠየቃላችሁ أما يسمع هذا الكلام ይህን ቃል ይሰሙ ይሆን لصوص أوطاننا የሀገራችን ግማሽ ሰዎች ممن يأكلون ويشربون ከሚበሉት ከሚጠጡት وبطون الجوعى تتضور የረሃብተኛ ሆድ በረሃብ ሲሰቃዩ أما እያዩ يسمع ذلك أصحاب النعم አይሰሙምን እነዛ ባለ ጸጎች አይሰሙምን እነዛ ባለ ሀብቶች ስለ ድሆች ምንም የማያውቁ أما يسمع ذلك ولاة أمورنا አይሰሙምን እነዛ ተጠሪዎቻችንና መንግስቶቻችን تقدم لهم موائد የሚቀርብላቸው ማዕድ ولا يرى آخرها መጀመሪያውም መጨረሻውም የማይታይ ሆነ الفقراء ما زالوا يأكلون من ድሆች القمامة አሁንም ከቆሻሻ እያነሱ ماء ይበላሉ بارد شربه رسول الله قال ቀዝቃዛ ውሃ ስለጠጡ ወላሂ በዚህ ጸጋ ትጠየቃላችሁ ነው የተባሉት ونعيم أوطاننا الذي የሀገራችን يستثمر به ጸጋዎችም في بلاد الغرب በምዕራቡ ሀገር ኢንቨስት ሲደረጉ እኛ እንልም ከማለት ውጭ የት ናችሁ ያ ረሱላህ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم